كثيرا ما نسمع لقب أم الدنيا متبوعا باسم دولة مصر، ونرى هذا واضحا في العديد من البرامج التي تعرض على التلفاز دون معرفتنا لسبب تسميتها بهذا الاسم، أو لاعتقادنا بأن السبب يعود لأهميتها التاريخية والثقافات المتعددة التي عاشت في مصر على مر العصور. يعتقد البعض أن سبب تسمية مصر بأم الدنيا هو ذكرها باسمها في القرآن الكريم، أو بسبب وجود الأزهر الشريف فيها، أو لأنها أكبر دولة عربية شهدها العصر الإسلامي من حيث المساحة وعدد السلاطين الذين حكموها، وغيرها العديد من الأسباب. ولكن تفسير ابن كثير وضح لنا بأن سبب التسمية يعود لسبب ديني وليس لغير ذلك. سبب تسمية مصر بأم الدنيا: مصر هي أرض الكنانة ومهد الحضارات متتالية، بل تكاد تكون من أوائل الحضارات في تاريخ البشرية. علاوة على ذلك فقد ذكرت مصر باسمها الصريح في القرآن 5 مرات، وكذلك كانت من القدم موطنا للدفاع عن الإسلام ورايته ومصنعا للأبطال على مر التاريخ. ولكن تسميتها بأم الدنيا هي حقيقة دينية حسب ما ذكر في تفسير ابن كثير. فلقب أم الدنيا ينسب لمصر بسبب السيدة هاجر زوجة النبي إبراهيم عليه السلام، باعتبار أن السيدة هاجر هي أم للأنبياء وأم سيدنا إسماعيل الذي هو أبو العرب وعرب الحجاز من نسله. السيدة هاجر القبطية من مصر، بينما سيدنا إبراهيم عليه السلام ولد في العراق، لكنه انتقل إلى مصر وعاش فيها وفي بلاد الشام، وبعدها إلى الجزيرة العربية. ولذلك فتسمية مصر بأم الدنيا هو أمر ديني وتاريخي قديم وتوارثته الأجيال، وليس حديثا كما يظن البعض، وليس من خطابات جمال عبد الناصر أيضا. ذكر في كتب دينية دعاء نوح عليه السلام لابنه بيصر بن حام أبو مصر، فقال: اللهم إنه قد أجاب دعوتي فبارك فيه وفي ذريته وأسكنه الأرض الطيبة المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد. ومن الجدير ذكره أن اسم مصر ينسب إلى اسم مصرائيم ابن حام ابن نوح عليه السلام. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح حيث قال: ستفتح عليكم بعدي مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. والمقصود بالرحم أنهم أخوال إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ولعل من المناسب هنا ذكر الحملات المغولية التتارية التي امتدت بكل وحشية من شرق آسيا إلى كل العالم، ولما وصلت لمصر تصدى لها المماليك بقيادة القائد قطز والظاهر بيبرس وقضوا عليهم. ولمصر وأهلها بطولات تاريخية كثيرة وفضل كبير على مر التاريخ لمن شاء أن يتوسع فيها.